اجمل موتوسيكل في مصر او اشيك موتوسيكل في مصر نزل لغايه دلوقتي في بدايه 2024 بالموتوسيكلات اللي فاتت كلها. والجميل هي في الموضوع الموتوسيكل ده نازل من نفس الفئه السعريه بتاعت الموتوسيكلات الهوجن اف 250 والال والموتوسيكلات الجميله اللي احنا بنحبها دي. بس ما تفهمش بقى ايه الفكره ان الموتوسيكل ده نازل اشيك منهم بشكل كبير، ده من وجهه نظري طبعا، ولكن بنفس الفئه السعريه. الموتوسيكل ده لو انت ما تعرفش شبه موتوسيكلات الكي تي ام ال 250 سي سي برضو نفس الستايل بالظبط، هو يعتبر سارقينه منه. لو بصينا كده سريعا هنلاقي واخد نفس الشيب بتاعه من اول فانوس بشكل الفبر بالشاسيه الحديد ده بكل التفاصيل دي كلها لسه هنتكلم عليها. ولكن قبل ما نشوف مميزات الموتوسيكل دوت الامكانيات بتاعته عامله ازاي، في كلام مهم جدا عايز اقوله لك بس بعد المقدمه بتاعت الفيديو. انا معاذ سعد قائد موتور، من غير كلام كتير يلا بينا نبدا في الفيديو. ايه الاخبار يا احلى شباب واحلى رجاله، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن الموتوسيكل الجديد اللي نازل، بس في كلام مهم جدا عايز اقوله عن الموتوسيكلات اللي نازله جديده. وشباب كتير جدا خايفين يشتروا موتوسيكلات الصيني نازله من شركه فوجوري بالذات. وانا هنا عايز اوضح لك حاجه، ان انا نفسي بستقبل انتقادات وناس مش فاهمه ايه اللي بيحصل، وانا نفسي في بعض الحاجات مبقاش فاهمها عادي زيك وبنستكشف السوق مع بعض. بس انت عشان تبقى المعلومه دي عندك لازم تكون انت واعي ايه اللي بيحصل في السوق في مصر هنا مع التغيرات الاسعار اللي عماله تحصل. لازم طبعا في حاجات مبقاش احنا فاهمين ايه اللي بيحصل فيها. وانا هنا هوضح لك حاجه مش بدافع عن حاجه، انا هوضح لك وهتلاقي في انتقادات انا بنتقدها وفي حاجات انا بقول انها حلوه. الفكره الاول في ايه هي شركه فوجوري دي. شركه فوجوري دي هي بكل بساطه زيها زي هوجن زيها زي داين، بس دي تقريبا بقى عشان الضرايب عشان حاجه زي كده شركه ابو حوا غيرت الاسم خالص وخلتها شركه فوجوري، اسم جديد شكل جديد. لكن هي المواتير نفس المواتير دي هتلاقيها نفس المواتير اللي هوجن اف 250 والال والفي والحاجات دي كلها يعتبر نفس الفكره، مش لازم يكون نفس الموتور بالظبط بس نفس الفكره نفس الكواليتي نفس الفئه السعريه والحاجات دي كلها. ده كده بالنسبه اسم شركه فوجوري. اما بالنسبه للحاجات اللي احنا بنشوفها مثلا الشاسيه مكسور، الموتوسيكل يظهر فيه مشكله، بس الحاجه اللي انا متاكد منها يعني من الصعب ان انت هتلاقي مشكله في المواتير دي، لان المواتير دي بتبقى جايه مستورده من بره متقفله من بره. فالمشكله بتبقى فين؟ في الحاجات اللي متقفله محلي زي مثلا الشاسيه، ممكن تكون في بعض الحاجات متقفله محلي هنا. دي حاجه ساعات بتبقى ساعات في مصلحتنا وضدنا. في مصلحتنا هي التقفيل المحلي ده بيخلي تكلفه الحاجه نفسها مش غاليه، بيقلل شويه من التكلفه. بس في نفس الوقت في بعض الحالات اللي بتطلع تلاقي مثلا الشاسيه اتكسر موتوسيكل معين او ما كانش متقفل عدل، فده للاسف ده من عيوبه، ودي حاجه انا طبعا معترض عليها بشكل كبير جدا. فلو انت اصلا قابلك المشكله بتاعت ان الشاسيه بتاعك فيه مشكله او في حاجه من اساسيات الموتوسيكل فيها مشكله، لازم طبعا تتحرك على شركه ابو حوا اللي هي في اليوب اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، وتقول لهم انا واجهتني المشكله 1 2 3، وهم ان شاء الله لازم هيجيبوا معاك حل او هيبدلوا معاك بالحاجه اللي اتكسرت. بس لازم تكون الحاجه دي عيب مصنع. بس انا عارف ان انا دوشتك بكلام كتير، بس طبعا انا عارف ان انتوا ثقتكم عندي كبيره جدا وناس كتير بتثق فيا وفي كلامي، فلازم اوضح لك الكلام ده. تعال بقى نخش على ريفيو الموتوسيكل اللي قدامنا دلوقتي. مبدئيا الموتوسيكل اللي قدامنا دوت نتكلم اول حاجه عن الامكانيات بتاعته. الموتور بتاعه 250 سي سي، لونه اسود زي ما احنا شايفين كده، حقن الوقود بتاعه كربراتير، موتور على كاتينا بيطلع تقريبا من 16 17 حصان، ممكن يوصل معاك لسرعه 120 كم في الساعه توب سبيد. الموتور ده نازل ب2 صباب وتبريد هواء عادي. لو بصينا قدام كده ممكن حد يفتكر ان دي سيربانتين زيت، لكن دي بتبقى كفر عادي خالص ما فيهوش اي حاجه، زي شكل جمالي كده يعني. لو بصينا كده هنلاقي ان الشاسيه اللي نازل ده انبوبي نازل من اليمين ومن الشمال. ولو بصينا برضه على موتوسيكلات الكي تي ام اللي انا جبت لك صورتها في اول فيديو هتلاقي نازل نفس الشكل ده كده او قريب منه، لكن عموما ده بيبقى الشكل المفضل بالنسبه للشباب كتير. بشكل عام الموتوسيكل ده نازل بديزاين مميز جدا. لو بصينا كده على الفبر بتاعه نازل ب يعني اطراف حاده، وزي ما احنا شايفين كده هتلاقي نازل مسنون كده، مش نازل بكيرف واسع ولا حاجه، لا نازل باطراف حاده، وده مديله شكل هجومي جدا. تكمله طبعا مع الفانوس من قدام من هنا نفس الكلام برضه، تحس ان هم مسحوبين مع بعض سحبه واحده وشكله جميل. لو رجعنا بالكادر كده ورا شويه هتبص ان هتلاقي ان الشيب بشكل عام متناسق وشكله جميل. يا عم سعيد بص يا رجاله، عم سعيد ده الله يبارك له والله، كل مره بنيجي هنا نقله في التصوير وركب لنا بطاريه مخصوص عشان الموتوسيكل يخش فيه بطاريه. ده الفاجوري 250. ده الفاجوري ايه؟ هتقول حاجه ثانيه ولا خلصت كده؟ طب سيبني اتكلم. طب قول. ده الفاجوري 250 واحنا ما بنتكلمش على موتوسيكلنا، موتوسيكلنا اللي بيتكلم. ماشي السلام عليكم. طيب عشان ما نسرحش برضه بالكلام خلينا برضه هنتكلم عن كل مميزات الموتوسيكل، بس خلينا نمسكه كده واحده واحده من اول اخر نقطه فيه وهنجيبه كده من قدام لورا. اول حاجه الموتوسيكل ده نازل بمصنع فرامل
راكم عادي مفيش اي مشكله. الاسطوانه كبيره شويه حجمها كويس. انا بس حاسس ان البيست بتاع الفرامل هنا حجمه صغير شويه مش عارف يعني مش متذكر البساتين بتنزل اكبر من كده ولا لا بس انا حاسسها صغيره شويه. الجان زي ما احنا شايفين في دعامات كتيره وكويسه نازل بنفس لون الفبر فوسفوري مع بعض عشان يبقى عامل ماتشنج مع بعضه. الفرده اللي قدام 70% اون رود 30% اوف رود وعرضها 100. الرفرف اللي قدام دوت نازل عريض كده وشكله سبور. وعلى فكره الموتوسيكل ده واخد برده شويه من الديزاين بتاع او الشكل الفبر مع الكلام اللي مكتوب هنا. اطلع معايا كده شكل الكلام ده واخد من التي ان تي 250 سي سي اللي كان نازل اخر سنتين. لو انت متابع في مجال الموتوسيكلات باستمرار هتفهم اللي انا بتكلم عليه ده. طيب نبص على المساعدين الاماميه كده. انا الصراحه دايما الموتوسيكلات اللي نازله الفتره الاخيره المساعدين بتاعتها يعني كنت بتضايق منها جدا. حتى الهوجن اف 250 كنت بقول المساعدين بتاعته نازلين بعصيان مقشه لكن الصراحه المساعدين هنا القطر بتاعها محترم جدا وشكلها كويس. هي مساعدين عاديه مش مقلوبه بس القطر بتاعها كويس يعني مش حاجه صغيره. وده طبعا من الحاجات اللي هتديك توازن كويس جدا من مقدمه الموتوسيكل من قدام وانت ماشي على الطريق. نطلع بص كده على الفانوس. الفانوس مسحوب كده سحبه رفيعه خالص والاضاءه بتاعته ليد. لو نورناها كده بينور بالليد الاول ده. بعد كده الاضاءه الثانيه بتنور النور الواطي ثانيه. ده كده النور الواطي وده كده النور العالي. نطلع بص بقى كده على الاشارات. الاشاره بتاعته ليد جرايه نفس الاشارات اللي نازله في الموتوسيكل برضه بنيلي تي ان تي 250 سي سي. بالمناسبه برضه ان احنا بنتكلم عن الاضاءه هنا فالاضاءه هنا زي ما انت شايف كلها ليد بالكامل ودي حاجه عجباني في الموتوسيكل. والحاجات برضه اللي عايز اوضحها لك في الموتوسيكلات دي ان هي علشان تبقى نازله بيكون قابل سعر او يحاول يقيف لك السعر بتاعها زي ما بنقول كده. في بعض الحاجات اللي بيستغنى عن الخامات بتاعتها وهتظهر معانا دلوقتي احنا بنتكلم. يعني مثلا الدواسه دي لو بصينا كده على دواسه الفرامل حاجه مش كويسه. الحماله بتاعت الحماله النص دي برضه تحس ان هي كده ايه حته حديده متركبه وخلاص. الحاجات دي ممكن انت تشوف ان هي ايه التفاهه دي بس دي مع مثلا لو عرض لك الفرد اللي قدام لو حط لك مصدر فرامل اكبر شويه بعض الحاجات كده لو اتظبطت في الموتوسيكل هتلاقي ان الموتوسيكل ده سعره رفع مثلا على الاقل 2000 3000 جنيه. فهو بيحاول يقيف لك السعر وزي ما قلت لك ده كله بسبب الظروف اللي حاصله في البلد وان الاسعار عماله تغلى. فهم على قد ما بيقدروا بيحاولوا ينزلوا حاجه هنا السعر بتاعها مناسب للناس. تعال بقى نبص على العداد بتاع الموتوسيكل اللي نطفيه كده ونشغله من جديد. بص الفتحه بتاعته ما شاء الله جميله جدا. وده برده نفس الكلام. العدادات اللي فاتت كانت نازله في فيجوري ما كانتش عجباني لكن ده الصراحه في حته ثانيه خالص. وعايز اوريك بقى تركيه جامده جدا. بص العداد ده اول مره ينزل كده بتتحكم في الاضاءه بتاعته. لو انت ماشي بالليل توفر في الطاقه بتاعه البطاريه. لو انت ماشي الصبح تعلي الاضاءه بتاعته. طبعا التركيه بسيطه بس يعني ايه حاجه كويسه. طبعا الزرار التاني ده بتاع التريب وعدد التوتال بتاع الكيلوهات. لو انت دوست كده هيجيب لك توتال الكيلوهات اللي الموتوسيكل ماشيها. نازل هنا عدد الار بي ام نازل تحت ونازل بساعه في الجنب هنا. التفويله بتاعه البنزين موجوده في الجنب هنا. يعني بشكل عام عداد مميز جدا وشكله شيك. لو بصينا برضه على الكوتا بتاعه الموتوسيكل الكوتا متواضعه جدا مقابض متواضعه جدا كويسه. اهم حاجه بس عجباني هنا ان نازل معاه زرار الفلاشر ده علشان تقلب نور وانت ماشي. طيب برضه عشان نبقى واضحين كل حاجه ده المفتاح بتاع الموتوسيكل زي الموتوسيكلات الصيني كلها. برضه عايز اوريك الليد اللي في الجنب ده نازل كده تحت التانك او الفيرم بتاع التانك شكله جميل جدا. بيشتغل مع الليد اللي في الفانوس ممكن تطفيهم الاثنين وتشغلهم على حسب بقى انت عايز تمشي كده شكلك فاخم وماشي بالليل كده ومشغل الليد بتاع بالليل ده شكله جميل. لو بصينا تحت كده هنلاقي ان الموتوسيكل نازل بكساحه عاديه زي بقيه الموتوسيكلات الفيجوري. دواسات الفرامل اللي مش عجباني دي الصراحه والدواسات العاديه دي. طبعا لو بصينا هنا كده هنلاقي ان المساعد الخلفي نازل مش عدل نازل مايل كده ومدي شكل خرافي سبورت يعني مع الموتوسيكل. بالمناسبه برضه الموتوسيكل ده عدته انا جربتها بس هنجربها قدامكم. عدته كويسه جدا ومساعدين الاماميه عريضه مش صغيره ومساعد خلفي سبور. فده هيديك اداء ان انت في المناورات بقى بين العربيات والجري والحاجات دي كلها هتلاقيه اداؤه كويس جدا. بس طبعا ان شاء الله معرض فرصه هناخد الموتوسيكل ده ونجربه على الطريق. بعد كده نبص بقى على الشكمان بتاع الموتوسيكل اللي شكله مميز جدا ومتناسق مع الموتوسيكل. ودايما هتلاقوا في الفيديوهات بتاعتي ان انا بعترض على الشكمانات اللي بتنزل ان هي ما بتبقاش متناسقه مع الموتوسيكلات لكن هي الصراحه الموضوع شكله جميل ومتناسق ما بوظش الشكل العام بتاع الموتوسيكل. نطلع بقى نلاقي الموتوسيكل الكرسي هنا مقسوم لكرسيين سبور واحد تحت واحد فوق وهنجرب اعدله دلوقتي بس في اخر الفيديو. ولو بصينا كده دي فتحه تهويه بحيث ان يعني المفروض الموتوسيكل ده لو بيجيب سرعات عاليه دي بتساعد على ان هو يبقى فيه اتزان وبتساعد ان الهواء يعدي فما يعطلش الموتوسيكل. يعني بعض الحاجات بس الحاجات دي يعني لو الموتوسيكل قوي 600 سي سي 400 سي سي في السرعات اللي هي 100 كيلو متر في الساعه والحاجات دي ما بتاثرش قوي. هنبص بقى على الجزء الخلفي. اول حاجه نمسك فيها الفرامل. اتنين بيستم برده نفس الفرامل اللي قدام بالظبط بس الفرامل اللي قدام 2 بيستم يمين 2 بيستم شمال. دي 2 بيستم بس في ناحيه واحده اسطوانه اصغر شويه كالعاده. بقيه الفرامل الخلفيه اللي احنا عارفينها نازل بطرابه خلفيه ودي حاجه كويسه علشان يحافظ على التراب وفيها شكل كده كربون فايبر كستيكر بس يعني مش اكيد مش كربون فايبر. والفرده اللي ورا هنا عرضها 130. انا من رايي لو انت هتجيب موتوسيكل ده ممكن تجيب فرده 140 ولا مش عارف والله بس انا حاسس ان الموتوسيكل ده هتبقى فرده 140 تبقى ماشي قوي مع شكله. لان الموتوسيكل بشكل عام تحس ان هو في حته كده من الفخامه شكله عريض شويه
فمحتاج ان انت تعرض الفرات بتاعته. لو انت غيرت الفرده دي 140 واللي قدام خليتها مثلا 110 120، لا هي 110 كويس عليها، هيبقى كويس جدا. تعالى بقى نبص على الخلفيه بتاعت الموتوسيكل من هنا، نازل بالليد الاحمر ده. لما تدوس فرامل بقى نشوف كده، بينور طبعا. ندوس فرامل، ونفس الكلام في الاشارات الخلفيه دي، اشارات جرايه شكلها جميل، يعني الديل دوت بالاشارات الدنيا تمام. تعالى بقى نجرب القعده بتاعت الموتوسيكل. بصوا انتوا عارفين انها دايما برضو في الموتوسيكلات الفيجوري ما فيش اي موتوسيكل عجبني قبل كده، كل الموتوسيكلات بلا استثناء ما فيش قعده عجبتني او ريحتني. بس الصراحه الموضوع هنا مختلف تماما، يعني مريح بشكل فظيع. انا قاعد ورجلك دي حاضنه التانك حضن كده اهو، فانت لو ماشي بقى مسافر، يعني ده في السفرات هيبقى ممتاز، هتبقى ماشي قاعد مرتاح. طبعا الكرسي اللي ورا دوت يعني اللي مرفوع سنه ده عامل زي مسند ظهر كده، بيسند القطنيه شويه وانا ماشي. انا متاكد ان الموتوسيكل ده هيكون من اكتر القعدات المريحه عموما. تعالوا برضو ندور الموتوسيكل كده مع بعض. خلص بنزين على حس. طيب هو عموما ميدو مصور الموتوسيكل وهو دايب، فانا باخد منه اللقطه بتاعت البنزين دي واحطها عندي في الفيديو. اهم حاجه بس ما يرفعش علينا كوبي رايت. الصوت بتاعه برضو ناعم جدا اهو. نزود كده. بالنسبه برضو للطول، انا طولي 176 سم، فهو انا قاعد مرتاح برضو، يعني معاك لغايه مثلا 170 168 ممكن تكون اطوال مناسبه للموتوسيكل ده. ايه اظن بقى لو انا بتصور عليه يبقى شكله عامل ازاي. المهم خلينا بقى نختم الفيديو. وانا قلت لك في اول فيديو الموتوسيكل ده بالنسبه لي من اشيك الموتوسيكلات اللي موجوده في مصر حاليا من ناحيه يعني الموتوسيكلات الصيني، فانا عايزك برضو تقول لي انت موافق معايا في رايي ده في الكومنتات ولا لا، وطبعا ترزعنا اللايك الجميل واحنا بنتكلم كده. طيب الموتوسيكل ده سعره عامل كام؟ بس الاول خلينا نتكلم عن استخداماته، انت ممكن تستخدمه في ايه؟ انا الصراحه استخدام الموتوسيكل ده نفس استخدامات الموتوسيكلات الهوجن اف 250 والموتوسيكلات الصيني اللي احنا عارفينها اللي هي الاقتصاديه شويه. ممكن ان انت تخرج بيه بقى خروجات جامد جدا، ممكن تسافر بيه سفريات متوسطه 200 300 كيلو، هيبقى مناسب جدا لان هو 250 سي سي. يعني ممكن تشتغل بيه شغل على خفيف، او حتى لو انت عايز تشتغل بيه شغل دايم عادي جدا. بس احنا دايما بنفضل ان انت لو هتشتغل شغل دايم تجيب موتوسيكل للشغل، يعني ده بيديك باكج محترمه جدا. الموتوسيكل ده سعره في الوقت الحالي، احنا تقريبا النهارده بنصور يوم 18/1/2024، سعره في رينج 60000 جنيه. طبعا انا عارف ومقدر كويس جدا الناس اللي الايام دي نفسها تجيب موتوسيكلات، بس الاسعار عماله تضرب. الله يكون في عون الجميع. وبس على كده انا معاذ سعودي قناه موتور، اشوفكم فيديو جديد يا رجاله، سلام.